لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حالم لواني 1281 لواني كاين تفسير القرآن بيروز بيم وخزمتان ومن بست رزامندي رب العالمين وهبادان مئوي آزي السودي لور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. الله خوشويستان لدواي أوي كوا يوسف عليه الصلاة والسلام وكل كان بيشو تركا باس ماكر داوان لي ذكاتن أو جارك هاتنوا أو براي كوا تنها لبابتان لقل خوتان بيهن أجرنا أوا فلا كيل لكم عندي حجتكني لوتان أو طعاميك وتاروانا أو قوتيك تاروان لبوتان باربكين ياخذ لبوتان دابنين تارواني أو مبن أصلا نزيشج مبنوا يترأواني جلين سنراود عنه أبا وتبرا كان يوسف عليه الصلاة والسلام بيوسف دلين كاتك وفرمانين بيذكا سنسأل أباه يعقوب أن يتركه يسافر معنا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون واتا مجدوا لبابي دكين أباه أو برايان تنها لباب برانا يتداوى لبابي دكين كوا يعقوب كوا ريقاي بيبدا كسفر بكالي قلمان وسنجتهد في إقناعي حتى نأتي به معنا هول ددين هول زور ددين كقناعتي بيبين تاوكل قال إيما بينيري وإنا لفاعلون ما أمرتنا به إتر أويك وأتفرمان ما في ذكي إما زي دكين ومن ذهب إلى أن المراد بقوله وإنا لفاعل أي فاعلون ما أمرتنا به من جلب أخينا إليك وتأوزانانك وهالك دنو وإنا لفاعلون وتأوفرمانك أتوب إما تكردك أو براملك خمابين إما زي دكين أو زانانك وهالك دنو كقرطبي وسعدي وابن عاشور هندي تشجل وإنا لفاعلون ما وعدناك من المراودة عندك دلين واتئما سنراود عنه أباه لو مراوديك وهولدان مان لقل باب مان أو هولي لقل ددين وتنفعل ما وعدناك من المراودة أو هوليك وهول مان دا لقل باب محاولة كان قناعة بيبينين بفعلي إما أنزامي ددين إتر أو زانانيك وفعلك دجيرنو لبو مراودكي وكو ابن جرير واحدي أبي السعود ضل فيه تنبيه على عزة المطلب وصعوبة مناله كاتك واندرين هول ددين قناعة ببابي بينين كاتو بالقي لسر كوا براستي أو داوا كاريتي آسان نية بزحمة بدزدي والله مما هولي لقل ددين و كوا فرمان بيكد إما أنزامي ددين إن زاد فرمي وقيل لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم كاتو يوسف عليه الصلاة والسلام بفتيان كان دلي با أو جنزانيك ولا بردستي أو إجدكن هيان دفرمي اجعلوا بضاعتهم في رحال ما اجعلوا أثمان ما اشتروه من الطعام في أمتعتهم من حيث لا يشعرون كاتب يوسف عليه الصلاة والسلام بو جنزانيك ولا بردستي كاردكن هيان دفرمي واتكباركان لو باردكن أو بارك أوانش هنايتيان لبو كريني أو بارة باركشان لبودانينوه باركشان لبودان بشوي كوان هسبينكن ابن عاشور ضل اجعلوا بضاعتهم في رحال بضاعة ضل البضاعة المال أو المتاع المعد للتجارة كوات بضاعة هر مالك كوادان درا بلبو تجارة كردن ياخد هر متاعك كزور زارن بيشتري وعبرين شتيشيان هبو بوشتي ديانغوريوه
بە شتێکی تر واتە شتێکیان هەبوو بە خۆیان بەروبوومیان هەبوو ئەو بەروبوومیان دەفرۆشت و بەروبوومی تکایان دەکردکەواتە بیضاعە هەم بە خودی ماڵ دەگوترێ وەکو پارە و نقود هەم بە ئەو شمەکەی ئەو کالایەکەوە لە بۆ تیزارەت کەسێک داینابیتن پێگوتێ بیضاعە والمراد بها هنا الدراهم التي ابتاع بها الطعام وكل التوراة دەفەرمێوها باسکرا بیضاعەکەیوان پارە بوو دیرهەم بوو هینابیان کەوا لە بۆی کەوە ئەو تەعامەی پێ بکڕن واتە دیرهەمەکانیشان لە بۆ دانێنەوە ناو بارەکەی خۆیان. المال قد يضاف إلى المالك الذي ملكه في بعض الأوقات بعد زوال ملكه عنه كواتا أو مال طبعا مالی وان بوو بەڵام هاتوبوون شتیان پێکڕێ بوو لە ملکیوان نەما بوو بەڵام یوسف دیسان دەیداتەوە پاڵ ئەوان ئیجعلوا بیضاعەتەهم کەواتە ماڵەکەی خۆیان لە بۆ دابنێنەوە کەواتە دەکرێ کاتێکەوە شتێک ئەگەر لە ملکی کەسێکیش دەرچوو بوو دەکرێ هەر بدرێتەوە پاڵ ئەوی وەکو خی گەورە سوبحانەهو وتەعالا دەفع اجعلوا بضاعة في رحالهم فأضاف البضاعة إليهم بعد اشتراء بها الطعام لدوایەوە کەوان ئەو پارێ و ئەو دیرهەمەیان پێ بوو خواردنیان پێکڕی بوو بەڵام دیسان یوسف عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام دەفرمێ پارەکەی خۆیان لە بۆیان دابنێنەوە کەواتە دەکرێت ئەگەر لە بەردەستیەوان نەما بوو هەر ئیضافە بکرێتەوە لای ئەوان بەڵێ پارەکەیان لۆ دانێنەوە ناو بارەکەیان لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون لەبەرچی وا بکەن أي لكي يعرفوا بضاعتهم إذا انصرفوا إلى أهلهم وفتحوا أمتعتهم فوجدوها کەواتە ئەوان هەست پێ نەکەن ئەنگۆ لە بۆیان دادێنەوە هەتا دەگەڕێنەوە کە گەڕانەوە لای خۆیان پاش ئەوەی کەوا باروبارگەکەیان دەکەنەوە ئەو جا کە دەبینن تەمەشا دەکەن پارەکەشیان لۆ جێڕدرایتەوە لەبەرچی لعلهم يرجعون لكي يرجعوا إلينا مرة کەواتە ئەوەش هەم لە بۆ تەشجیعە چکە ئەو مەبەستی تێوان بگەڕێنەوە لای کەواتە بارەکەیان لۆ بارکەن پارەکەشیان لە بۆ دانێنەوە لە بۆ کاتی کە دەستنەوە بارەکەیان دەکەن دەبین پارەکەشیان لێدان درایتەوە تاوەکو ئەوەش بوویتە هاندەرێک لە بۆیکەوە بگەڕێنەوە لایی ومن اختار أن المراد بقول يعرفونها أي بضاعتهم كواتا لعلهم يعرفونها تاوەکو ببینەوە کاتێکەوە دەستنەوە لای ئەو پارەی خۆیان ببینەوە کاتێکەوە لە ناو ماڵ و منداڵی خۆیان لەوێن دەرێ بارەکەی دەکەنەوە کەواتە بضاعتهم يعني يعرفونها لێرە مەبەستی بضاعەکەی خۆیان و پارەکەی خۆیان ببینەوە دەڵێ ئەوانەی کەواوایان لێکدایتەوە واحدی و ئیبن الجەوزی و خازن و شەوکانی و سعدی و ئیبن عاشوڕە وهروها ومن اختار أن المراد يعرفون حق ردها والتكرم بذلك هندش أوهان لێکدایتەوە لعلهم يعرفونها تاوەکو لەوێن دەرێ کە پارەکەی دەبینن بزانن کەوا فعلا ئەوە حەقێکی گەورەیە پێیانی بەخشیتەوە ڕێزیانی لێنایە بۆی کەوە ئەو حەقیانی پێبەخشیتەوە لەوانە سەمەرقەندی و زومەخشەری و ئیبن عەطی و ئەبو حەیان و ئیبن جوزی ئەو های لێک دەدنەوە ابن القيم لإعلام الواقعين دەڵێ كاتك دەفەرمێ اجعلوا بضاعة في رحال لعلهم يعرفون إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فإنه تسبب بذلك إلى رجوعهم ما بستي ئەوە بوو کەوا ببتە سەبەبێک لەوەی کەوا جارش کە بگەڕێنەوە لای وقد ذكروا في ذلك معاني ئیتر لەوەدا چەند مانایەک باس کرا منها أنه تخوف ألا يكون عندهم ورق يرجعون بها ئیتر زانان دەڵێن باشە لۆ ئەو پارەی بۆیان جێڕاوە چەندین حکمت بازکەن هەندێک دەڵێن لەوە ترساکەوە تەنها ئەوەندە پارەیان هەبی ئیتر جارش کە لەبەر پێی پارەی نێنەوە لای ومنها أنه خشي أن يضر أخذ الثمن بهم هەندێک دەڵێن لەوەی ترساکەوە بەڕاستی ئەو پارەیان لێوەردەگری ئەوان زەرەریان پێ بکەوی و لە حاڵەتی نەبوونی بن ومنها أنه رأى لوما أخذ الثمن منهم أي مع حاجتهم إليه وهەندێک دەڵێن بەڕاستی ئەگەر نەیجێڕابەوە لەبانەوە کوڕێک گلەییەکی لە خۆی دەکرد کەوا ئەدەی ئەوانە واسوور دەزانین برای تونە و پێویستیشیان پێ هەیە ئێلۆ لەیان وەردەگری ومنها أنه أراهم كرمه في رد البضاعة هەندێک دەڵێن لە بۆ ئەوەی کەوا نیشانیان بدات کەڕەم و ڕێزێکی هەیە لەو پارێکە لە بۆیان جێڕایتەوە ليكون أدعى لهم إلى العود تاوەکو هانیان بدا زیاتر کەوا بگەڕێنەوە ومنها أنه علم أن أمانتهم تحوجهم إلى العود ليردوها إليه وهەندێک دەڵێن مەبەستی ئەوە بوو
دەیزانی براکانی ئەگەرچی ئەو شتانەشی لەگەڵ ئەو شتا ئەو خراپیان لەگەڵ ئەو کردبوو بەڵام دەیزانی ئەوانە هەر ئینسانێکی ئەمینن کاتێککە پارەکان لۆ جێڕدرایەوە لەوانەیە وات سەوڕکم بە غەڵەتی دانرابێتەوە ئیتر لە ئەمینی خۆیان دێنەوە لە بڕەتکردنی ئەو پارەی بە هەر حاڵ ئەو مەبەستی گەڕانەوەیان بوو. بەڵێ کاتێکەوە دەگەڕێنەوە فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل کاتێککە دەگەڕێنەوە براکانی یوسف دەگەڕێنەوە لای بابیان یعقوب پێی دەڵێن يا أبانا منع منا الكيل أي بابي خۆمان منع منا الكيل في المستقبل لەداهاتوو بەڕاستی ئەو کەیلە و ئەو بارەمان لێ مەنع کرا پێمان بەخشن إن لم ترسل معنا أخانا الصغير إلى مصر كواتا أي بابي خۆشەویستمان لە داهاتوودا پێمان گوترایە کەوا جارێک کە نەچینەوە ئەو بارەشمان پێ نابەخشرێ ئەگەر بێت و ئەو براکسکەیەمان لەگەڵمان نەنێری منع منا الكيل أي حيل بيننا وبين الكيل في المستقبل كواتا تواو يعني إما حائلێک و بربەستێک لە پێشمان دانرا لە داهاتووکەوە ئەو بارەمان پێ نابەخشرێ لأن رجوعهم بالطعام المعبر عنه بالجهاز قرينة على أن المنع من الكيل يقع في المستقبل ولأن تركيب منع منا يؤذن بذلك إذ جعلوا الكيل ممنوع الابتداء منهم لأن من حرف ابتداء فهم يريدون قول يوسف فإن لم تأتون بي فلا كيل لكم عندي كواتا ما بس أنا ويكوا فعلا منع من التواو لمن منع كراو خلاص كوتاي بياتي البروي أو برياري دا أقربت أو برياتان نينا فلا كيل لكم عندي ابتداء حيستان للان منه بينا بخشره وكبار وكو طعام لأنهم إذا أنذروا بمنع الكيل فقد منع الكيل بروي إنذار ما بيدرا ليتا منع ذاك ما قني هنا كواتي لما منع كرا أقربته أو بريامان لقل ما نيه فأرسل معنا أخانا نكتل وتبرى كمان لقل ما بنيرة نكتل حتى يمكننا العودة إلى مصر تاوك بتوان بسينو مصر وأخذ الطعام تاوكو بتوان بسينو إتر طعام وكيل ما بيب بخشريته ونكتل لكيل هاتي توموني منا الكيل كواتا دي برا كمان لقل ما بنيرة تاوك بتوانين تكو فرموي ولا تقربون تاوك بتوانين بسينو مصر تاوكو بتوانين أو تزارة بكينو كيلو وهروها طعاما في بخشره ووعد شبيدا وإنا له لحافظون أي وإنا لأخينا لحافظون أما باريزغاري لبرا كمان دكين من أن يناله في سفره سوء هذا وعد بيدين بالتأكيد كوا أما دي باريزين ما ترسيد نبي وكو ابن عاشور ضلي فيه تأكيد حفظه بالجملة الاسمية الدالة على الثبات وإنا له لحافظون أي نافرمون نحفظه وإنا له لحافظون بجملة اسمي كوا بلغي لسر ثبات بردوانبون وهروها بحرف التأكيد إنش تأكيد لذا كانوا تواه مطمئن بأيما بارز قال لذا كان هي سيلي بسرنا لو حالتي يعقوب عليه الصلاة والسلام دفرمي قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل ويعقوب عليه الصلاة والسلام بكركان دله ماذا أفاد ائتمانكم على أخيه يوسف من قبل حتى آمنكم على أخيه هذا الذي تسألونني أن أرسله معكم إذا باش أنقول بيشتري وأتان بمن ذاك وباريس قال لسر يوسف بكن وكو أمانتك تسليم تانمكر دي أو وعدتان سيب سرهينا كا وعدك تان كا زيب زي كتا أو كم زاري شيدك ثقتان بيبكم كوا أو كريدي كشتان تسليم بكم لقد فرطتم في يوسف كواتما نقصكي واتا براستي أنقو تقصيري تانكر يوسف تان لدزدا وحلتم بيني وبينه بونا سببك وكوا يوسف لقل يوسف ليك دور كوتينوا فكيف آمنكم على أخي يدي كوس قطان بيبكم براكتان تسليمكم فلا أثق بالتزامكم وحفظكم لويا سيقنبا وعدينغو نية بوي كوا دلين إما حفظي ذكينو بارز قال لي ذكين ابن عاشور دلين الاستفهام هل آمنكم إنكاري كواتا أو صيغة هل آمنكم عليه كواتا ليرة ودفرمي استفهام شيء إنكارية فيه معنى النفي كواتا معنى أو ها تسليم تام بكم والتسليم تام ناكم
فهو يستفهم عن وجه التأكيد في قول وإنا له لحافظون كاتي واندلين إما بالتأكيد بارز قال لي لكين أويش نفي أو تأكيدي دكاتو نيشتوا أمن بزارج كسقتان بيبكم سعدي دلي فيه أن سوء الظن مع وجود القرائن الدالة عليه كاتي كواتو قمان خراب بكسيك ببي لقال أوش كبالقل دس لسر أو قمان خرابانا غير ممنوع ولا محرم منع نيو حرامش نية إذا بالقيل دستا أو كاتك ويوسف تسليم ينكر سيان بسر هنا يتركوسي قام بيبكا كوا نزاري شي دي كبارز قال سبراكي دكن فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين أي فالله خير حافظا لأخيكم منكم ومن كل أحد نخير عنقونات ما بارز قال بكن بلكو الله تعالى سبحانه وتعالى تاكترين ذاتك وبارزقاري لبراكتان بكا لنقو باشتر بالتأكيد ولا همو كسيشيش باشتر الله تعالى بارزقاري لذكا لو يتزور من فاسرين فالله خير حافظ يدل على أنه أذن في ذهاب ابنه بنيامين في ذلك الموقف زور من فاسرين درين كواتف الله خير حافظ بلا استخام بوعدين قونيا بلام الله تعالى خير حافظا الله تعالى تاكترين باريزة بي باريزي كاتو بالغير سور إذني دادا بتسي لقليان بلام سيقيب وعدي أوانية والله أعلم يتديار أو آتشتي تريج ما كتيدة باسي بكن بلام لبرتوابوني كات دوستين بابشتوان الله تعالى ونداهتو دينه وخزمتي وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون